ازيك يا ابو حميد، عامل ايه؟ ازي حضرتك يا باشمهندس؟ تمام. انت النهارده في مدينه المنصوره ان شاء الله. وده رخام ارتفيشال. تمام. الرخام ده المفروض ان هو فيه بعض البقع وعايز ياخد بعد كده ماده حمايه، صح؟ نعالج البقع ننضفها وبعد كده نحط مادة الحماية. تمام. اول خطوه انت اشتغلت البقع بشامبو القديمة غسيل الاحجار عشان نطهر وعشان نبتدي نفتت البقع. تمام. احنا هنتابع معاك خطوه بخطوه وهتقول لنا على التفاصيل. تمام يا مهندس. يلا. دلوقتي بعد ما خلصنا خطوه الشامبو هتبتدي انت تحط الكومباوند اللي هو ماستر عشان نبتدي نشيل بقى اي بقعة، اي رواسب، اي حاجة موجودة بيبقى كده اللمعة النهائية بقى. تمام. شلت البقعه كلها بالكومباوند والشامبو وبعد كده تبقى جاهز انك تلمع. اكيد بقى خلاص اخر حاجة بعد كده. تمام، عشان نبتدي نلمع بعد كده. اوكي يلا. طبعا لازلنا مع احمد ولازلنا في مرحله وضع الشامبو مع الكومباوند عشان نفتت ونزيل البقع بتاعه الكوارتز او الارتفيشال. تمام. خليكم معانا عشان نتابع الخطوات اللي بنعملها. ها يا ابو حميد، انت دلوقتي في مرحله ايه؟ لا بقفل الفواصل يا باشمهندس عشان مفتوحه، مفيش اي تسريب ولا اي حاجة ولا حشرات مش في ولا مجال اي أي حاجه حاجة. تخش. تمام. وانت اخترت الكود 800 عشان ده اقوى حاجه عشان يعيش سنين طويله. تقفيل المسام وتقفيل الفراغات. تمام. اوكي. هو بيجي بلون ابيض وانت سهل تلونه زي ما انت عايز. اللون اختياري. تمام. لكن اهم حاجه ان احنا ما نسيبش اي بواقي، لانه لو نشف ما بيطلعش. ايوه. الاكسترا جراوت ماك جروب الكود 800 هو اعلى حاجه، ولكن زي ما بنقول لو نشف ما بيطلعش غير بالطبل البلدي وبفلوس كتير قوي، فنخلي بالنا ان احنا نحطه وننضف على طول عشان تبقى الدنيا معانا حلوه. تابعونا وكملوا مع ابو حميد عشان نشوف بقيه الخطوات. حميد، احنا وصلنا الان مرحله دلوقتي. انا خلاص بقى بعزل واقفل الفراغات وبقفل على الحوض هنا عشان الميه ما تسربش. ايه ده، بتحط اكسترا جراوت على الحوض؟ ينفع؟ ايوه ينفع. لازم امنع تسريب ميه. ايوه بس الجراوند ده انهي كود ده اللي بيمنع الميه؟ اكس جراوند 800. الاكسترا جراوند 800. تمام. ده كده بتحلقه مع الحوض علشان خاطر مفيش اي تسريب ولا ينزل على الاخشاب فيعمل لك مشكله. تمام. ده الاكسترا جراوند 800 اللي هو عليه صوره الحصان، صح كده؟ ايوه تمام. يلا احنا متابعين معاك، وانت المفروض انك حلقمت وقفلت على تمام. يلا احنا معاك هنتابع. طبعا هنا زي ما احنا شايفين بعد ما احمد قفل على الحوض بالاكسترا جراوند، كل المنطقه بتاعت الحوض اهي اتقفلت عشان كانت بتسرب ميه، فهو قفلها بالاكسترا جراوند الكود 800. تمام. بحيث ان خلاص ما يبقاش فيه تسريب تاني باي ميه ان شاء الله. تمام. وادي الرخام الكوارتز بتاعنا او الارتفيشال زي ما احنا شايفين اهو، اصبح بدون اي بقع متقفل. تمام. برافو عليك يا ابو حميد. برضو قفل على الحوض التاني وكده هيطهر ويجهز عشان يحط مادة الحماية بعد ما ان يكون لمعنا. تمام. خليكم معانا وتابعونا عشان تشوفوا مزيد. طبعا انا عايز اقول لك برافو عليك، الله ينور يا ابو حميد، ما شاء الله. مفيش ولا بقعة، خلاص الدنيا تمام. قفلت اللحامات بتاعتك تمام، حتى عند الحوض قفلناه تمام، مفيش ولا بقعة والدنيا اصبحت ظابطه معانا. يلا انت هتبتدي تحط بقى مادة الحماية وعايزين نتفرج ان شاء الله بعد ما تحطها. برافو عليك يا ابو حميد.